السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. هذا محدثكم حسن الحموري من قناة أثير تركيا بالعربي. نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك. إليكم هذا الخبر العاجل إخواني الأعزاء. زلزال استقالات يضرب حزب الجيد في ديار بكر. في واقعة هزت أحد أحزاب المعارضة التركية أعلن 12.750 عضوا في حزب الجيد في ولاية ديار بكر عن استقالتهم الجماعية، معربين احتجاجهم الشديد على تعامل القيادة الحزبية مع النائب البرلماني سالم أنصاري أوغلو. يأتي هذا القرار بعد استقالة النائب أنصاري أوغلو الذي تم طرده بسبب تصريحاته الداعمة للشيخ سعيد بيران. الأحداث بدأت بتسمية شارع رئيسي في مدينة ديار بكر باسم شارع الشيخ سعيد بيران، مما أثار غضبا واسعا في الأوساط السياسية والمجتمعية. يذكر أن الشيخ سعيد بيران كان قائدا للعصيان ضد الجمهورية التركية في عام 1924، وقادت السلطات التركية حملة عسكرية أدت إلى فشله وإعدامه بالشنق. تصاعدت الاحتجاجات بعد هذا القرار، وخرج النائب أنصاري أوغلو للدفاع عن الشيخ سعيد، مما أثار غضب قيادة الحزب الجيد ذي التوجيهات القومية الكمالية. وفي خطوة استثنائية قررت القيادة بدء عملية فصل النائب من الحزب، وعلى إثر هذا الإعلان قرر النائب أنصاري أوغلو الاستقالة قبل صدور النهائي للجنة الانضباط في